ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ايه ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة الخناقة اللي حصلت النهاردة في تركيا بين سلمى وندى حمو، وليه أمنية القوة كانت زعلانة ومتضايقة، وازاي مكة بنت برنس مصر اتعورت في بقها، واخيرا هجوم المتابعين على العيلة ومش كل حاجة تصوروها، فين الخصوصية، ومقلب جامد جدا في برنس مصر من حودة وأمنية القوة. فيديو اليوم حلو قوي وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. في البداية نحب نقول لبيبي هند بنت الأسطورة كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة. هنودة تاريخ ميلادها 13/8 وهي دلوقتي تمت 2 سنين. عاوزين كل فانز برنس مصر يقولوا لهند كل سنة وانتي طيبة. ودلوقتي تعالوا نروح على الفيديو، وهنبدأ ببيبي مكة وازاي اتعورت في تركيا. والحقيقة برنس مصر اتفاجئ بالليل بصوت خبطة جامدة جدا وافتكر انها زلزال، وبعدها كمل نوم. وحرام وقتها مكة هي اللي وقعت من على السرير واتعورت جامد في بقها، والصبح فعلا اكتشف البرنس ان الخبطة دي هي مكة. الف سلامة عليكي يا كوكي، ويا رب ما نشوفش فيكي اي حاجة وحشة. ودلوقتي تعالوا نروح للخناقة الكبيرة في تركيا بين ندى حمو وكمان سلمى وبرنس مصر والأسطورة، والسبب هما الأولاد. حقيقة اليوم ده العيلة راحت فيه أكوا بارك في تركيا، وركبوا كمان الزحاليق، وهناك عملوا أول مقلب في برنس مصر. حودة وأمنية القوة أقنعوا برنس مصر إنه يركب زحليقة صعبة جدا في الأكوا بارك، وفعلا هو ركبها وكانت صعبة عليه قوي. طبعا برنس مصر قلبه وجعه منها جدا، وسأل أمنية والأسطورة قالوا له لأ مش هنركبها، وكده الأسطورة وأمنية ضحكوا على برنس مصر. ودلوقتي تعالوا نروح للخناقة اللي حصلت ما بين سلمى وندى حمو في تركيا. في البداية صالح كان بيضايق مكة وبيقول لها بس يا حديدة. سلمى قالت له لا يا صالح بلاش تقول لها حديدة، ملحوظة مهمة، يعني اسم حديدة بيضايق العيلة، امال ليه بيقولوا لي يزن؟ المهم ندى حمو ندهتها وقالت لها سلمى لمي صالح شوية، والله العظيم انا جبت اخري. ردت عليها وقالت لها انا كمان جبت اخري بس مش بضايقك. راحت ندى قالت لها خلاص لمي عيالك بقى يا سلمى. يا عيني سلمى طيبة قوي، قالت لها انا اعمل ايه طيب، ما كل الاولاد قاعدين على كرسي بتاعهم. هنا برنس مصر عرفها انه بيصور، قالت له بتصور ايه يا محمد؟ قال لها بصور عيالي يا سلمى. في ايه؟ قالت له مراتك بتكلمني باسلوب وحش. وهنا البرنس اشتكى لحودة من سلمى. حودة قال له ما تدخلنيش عشان هيزعلوا مني جامد، طبعا عشان عارفين ان حودة عصبي جدا. المشكلة يا جماعة ان ندى حمو مصرة على الخناقة، وسلمى قالت لها دول اطفال وبيلعبوا. البرنس قال لها قعدي صالح ابنك جنبك، وشكى كمان للأسطورة تاني. فعلا يا جماعة شكله ده كان مقلب في حودة وأمنية القوة، انهم كانوا متضايقين قوي، وندى حمو ختمتها وبتقول ما تصفرنيش معاهم تاني. تعالوا بقى للصدمة الكبيرة، وهي رد حودة اخيرا على ندى، قال لها ان شاء الله عنك ما سافرتي معانا. تفتكروا الخناقة خلصت على كده؟ طبعا لا، كملوا كمان الخناقة في المول وهم رايحين يعملوا شوبينج. بعد ما خلصوا شراء اللبس بتاعهم ندى حمو قالت لصالح مش كده انا تعبت، وبعد اذنك خدي ابنك يا سلمى. ضحكنا قوي يا جماعة. الفكرة ان حودة كان بيزق العربية لندى حمو لانها كانت شايلة صالح وما كانتش قادرة تزقها، ولما لقاها قالت كده قال لها خلاص زقي العربية انتي بقى، انتي غلسة. وفي اخر الخناقه صالح شتم مكة وقال لها يا زباله، وهنا ندى حمو زعلت جدا. تفتكروا دي خناقه فعلا ولا مقلب؟ خلي بالك انا بصور يا سلمى. بتصور ليه يا محمد؟ بتصور ليه؟ انا بصور عيالي عادي، فيها ايه؟ طب انا مراتك بتكلمني باسلوب وحش. هدى بص سلمى، هدى بتعملي ازاي؟ قول لي اعمل ايه؟ انت غلس. يا زباله؟ مين اللي شتمها؟ صالح. شتمتها ليه يا صالح؟ طبعا فانز كتير ضايقوا جدا من اللي حصل، وطلبوا من الأسطورة وبرنس مصر انهم ما يصوروش خصوصياتهم، وان دي مشاكل عائلية.
وفي منهم كمان اللي قال ان مكة رخمة وكمان سلمى مش مربية صالح. تعالوا بقى نعرف هل دي خناقة حقيقية بين العيلة ولا مقلب فينا. والحقيقة ندى في أول الخناقة كانت بتضحك، وده معناه إنها مش خناقة خالص، وده كان مقلب. وبالعكس يا جماعة العيلة كويسة جدا مع بعض في تركيا، وكمان بيخرجوا ويتفسحوا. ولسه كمان من كام ساعة كانوا مصورين عادي وعاملين منشن لبعض على الانستجرام، ومفيش أي مشاكل بينهم الحمد لله. وكلمة لكل الفانز اللي متأكدين ان دي خناقة، يا جماعة دول عيلة واحدة وبيحبوا بعض جدا. اللي شفناه انه هزار مش خناقة بمعنى خناقة. وللعلم ندى حمو وسلمى بيحبوا بعض جدا، وكمان الأسطورة وبرنس مصر، لأنهم زي ما قلنا عيلة واحدة. انتوا كمان يا أجمل فانز قولوا لنا رأيكم في التعليقات، هل دي خناقة فعلا ولا مقلب؟ هنستنى نشوف تعليقاتكم وكمان نرد عليكم. وبس كده وصلنا لآخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو: قلنا في الفيديو عيد ميلاد بيبي هند بنت الأسطورة تاريخه ايه؟ قولوا لنا في الكومنتات. شوفوا الفيديو وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان اسامي فانز برنس مصر. هنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.